السلام عليكم متابعين هدهد للطبخ. اليوم طبعا عندي عزيمة وجبت لحم ودجاج. هنا اللحم مالتي متكون من 30 كيلو تقريبا، وهنا الدجاج من 20 دجاجة. طبعا أنا كنت ضامتهم هنا بالمجمدة، وهسه الفجر طبعا قعدت هسه طلعتهم وراح أغسله غسلة زينة وأبلش أشتغل بيه. هنا خليت جدر على النار وحمسته حمسة زينة، وهسه راح أضيف له بصل تقريبا 5 كيلوات، وهم أرجع أحمسه حمسة زينة. بعد ما حمسته هنا ضفت له ورق الغار، وبعد ما انحمس شوية ضفت له المي، وهنا المي لازم يغطيه، وهنا ضفت له كركم وكاري وربع كيلو نوم بصرة. راح أغطيه وأتركه يستوي على كيفه. هنا جيت شفته تقريبا بعد مرور ساعة يحتاج بعد الاستواء، فرديت غطيته وتركته يستوي على كيفه. وهنا بلشنا نحمس بالشعرية مالتنا كل زين، وراح نستوها وما يحتاج أشوفكم لأن أنتوا تعرفون. هنا الدجاج قطعته إلى نصاصة، وضفت له ملح وكركم وكاري وبصل، وهم راح أحمسه حمسة زينة، وهم أضيف له المي وأتركه يستوي على كيفه. وضفت له همتين نوب بصرة. هنا تم القياس مالتي كان تشيس كامل، نقعته تقريبا من 4 إلى 5 دقايق وكملته، وهم يحتاج أصور لكم إياه. هنا بلشنا نصب طبعا الدجاج، قليناه وكنا مغطينه على مود لا يبرد. وهنا بلشنا نصب كمية من اللحم ويا الدجاج، ورتبنا مواعيننا كلها. هنا الشعرية ما صورت لكم إياها كليتها لأن أنتوا تعرفونها، وضفت لها بزالية وجزر، وموجودة طريقة البزالية والجزر هماتين. هنا بعد قلت مثل ما قلت لكم كملنا الكمية، صبينا خطارنا، وألف عافية علينا وعليكم، ومع السلامة.